السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب مطبخ دودي وماسة، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض احلى حمام ممكن تاكليه بطريقة سهلة جدا وهتشرفك قدام ضيوفك. وتعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. كل اللي هنحتاجه في الوصفة بتاعتنا النهاردة الحمام، الكبد والقوانص بتاعته، بصلاية واحدة بس كبيرة مبشورة ناعم، والتوابل بتاعتي الملح، فلفل اسود، والسبع بهارات. الحمام بتاعي انا غسلاه ونقعاه لمده ربع ساعه ومنضفاه كويس جدا، وهحشيه رز، فبكون غاسله الرز ونقع الرز بتاعي لمده نص ساعه. وتعالوا بينا نبتدي نشوف هنعمله ازاي. اول خطوه هعملها معايا النهارده، معايا الطاسه بتاعتي وننزل عليها بالسمن وندوب السمنه على الطاسه. والسمنه بتسيح معايا انزل بشويه زيت عشان الزيت بيخلي الرز معانا مفلفل. بعد كده هننزل بالبصله بتاعتنا، ونقلب لحد ما البصله تدبل. مش عايزاها تغمق قوي، عايزاها تدبل بس. كده البصلايه بتاعتي دبلت معايا زي ما انتم شايفين، بس لسه محتفظه بالسوائل بتاعتها. هنا هبتدي انزل عليها بالكبد والقوانص، وافضل اقلب. يا سلام على الروايح الحلوه. بفضل اقلب لحد ما الاقي الكبد والقوانص ابتدى لونها يتغير. وبعدين ننزل بالتوابل. سيدي يا سيدي على الروايح الحلوه. كده احنا خلصنا اول خطوه، وتعالوا بينا على الخطوه الثانيه. الرز بتاعي زي ما انتم شايفين انا نقعته نص ساعه في ميه علشان انا ما بسويهوش. الرز غير الفريك، لو هحشي بالفريك لازم اسوي الفريك نص سوا قبل ما احطه في الشوربه. لكن الرز لو انا سويته نص سوا ورجعت حشيت بالحمام ورجعت حطيت الحمام تاني في الشوربه هيطلع معايا معجن، فانا بكتفي ان انا انقعه نص ساعه. ودي الخلطه بتاعتنا، ابتدي انزل بيها على الرز. وهبتدي اقلب الرز بتاعي، اقلبه في الخلطه. كده بعد ما قلبنا الرز بتاعنا اخد اللون البصلي الجميل ده، وهنبتدي بقى نشوف هنحشي الحمام مع بعض ازاي. اهم خطوه ان انا ابتدي اسلك الجلد بتاع الحمام. اسلك الجلد، افصل الجلد عن البطن. وبشتغل الخطوه دي بالراحه جدا جدا زي ما انتم شايفين. بدخل ايدي كده او صوابعي في الفرق ما بين الجلد واللحم، وابتدي اسلك بالراحه خالص. لو ما بتعرفيش تعملي الخطوه دي خلي بتاع الفراخ يعملها لك عشان ما تقطعيش الجلد وانتي بتسلكيه. لحد ما ايدي، شايفه انا كده سلكتها تماما. واسلك كده الحته اللي عند الوراك برضو عشان دي اهم حته بيتحشي منها الحمام. كده هبتدي اجيب الرز
واحشي. واتاكد ان انا بروح عند الجزء اللي عند الرقبه اكتر ما كان بيتميل الرز، الجزء اللي عند الرقبه ده. اراعي وانا بحشي ان يكون في مسافه كده لان الرز لسه هيعلى، وابتدي احشي قلب الحماميه. وبرضو اسيب مسافه عشان الرز لما يعلى الحمامه معايا ما تفرقعش مني وهي بتستوي. كده حشيت الحماميه بتاعتي، هبتدي اكتفها بالطريقه دي من تحت، الرجلين يبقوا عكس بعض. بالطريقه دي كده. واجي من عند راس الحماميه من هنا الم الجلد على بعضه كده واربطها عشان الرز ما ينزلش في الشوربه وهي بتستوي. كده انا ربطت الرقبه، واكمل بقيه الحمام بتاعي وارجع تاني. يجي نسلق الحمام، الميه بتاعتي غليت وحاطه في الميه بصلايه وطماطمايه، وهبتدي انزل بالحمام بتاعي بالراحه كده. واغطيه. واهم خطوه بقى ما اقعدش اكشف عليه كل شويه عشان ما ياخدش هوا ويفرقع معايا جوه، اسيبه تلت ساعه على النار وبعدين ابقى ارجع له. كده سبت الحمام بتاعي حوالي تلت ساعه، ابص عليه كده الجناح معايا لسه محتاج شويه كمان. انا نسيت اقول لكم ان قبل ما احط الحمام انا مبهره الشوربه بتاعتي بشويه ملح وفلفل اسمر وورق لورا وحبهان. هنسيبه شويه كمان ونرجع نبص عليه. انا كده سبته شويه كمان، هبص عليه. هو كده خلاص الحمد لله استوى معايا، والحمد لله ما فتحش، والشوربه زي ما انتم شايفين نضيفه خالص اهي، مفيش رز وقع فيها. هطفي عليه. احنا هنا جبنا طاسه وحطينا فيها سيحنا فيها سمنه، وهننزل بالحمام بتاعنا عشان نحمره. وتعالوا نقلبها كده ونشوف. ممتاز. كده احنا خلصنا الحمام بتاعنا، حمرناه وخرجناه وقدمناه بالطريقه دي. يا رب يكون عجبكم. مستنيه منكم دعوه حلوه من القلب، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.